هاد الشاب سميه محمد كيحكي القصة ديالو. من صغري وانا كنبغي نقرا القصص ديال الرعب وكل حكايات الجن والخرافات والاساطير، وكنت ديما باغي نكتشف هاد العالم الغامض الغريب. وفي واحد النهار سافرت مع عائلتي لاحدى الدول العربية، وبعد ما كنت كنتمشى في احد الاسواق لفت النظر ديالي كتاب في واحد المكتبة قديمة، وهذا الكتاب خاص بالجن والشعوذة وفيه شرح لكيفية تسخير الجن. شريته بلا ما نتردد ورجعت للدار، تسنيت حتى العشية وبديت نقراه. اكتشفت بزاف من الحروف والأمور الغريبة اللي ما عرفت أولها من آخرها. في الأول بديت كنضحك بسخرية على داكشي اللي مكتوب فيه، ولكن بعد أيام بدات كتظهر حالات غريبة على وحدة من خواتاتي. بقات كتغوت وكتبكي وهي كتشير الباب الغرفة وتقول باللي كاين شي راجل كيشوف فيها بنظرات حادة واقف تما. شفت في الباب ما بان لي حتى واحد، حاولت نقنعها باللي ما كاين حتى واحد وما عندها علاش تخاف، ولكن دون جدوى. البكاء والصراخ كيتزادوا، وفعلا دوزنا ليلة صعيبة. وفي اليوم التالي بدات اختي كتشوف احداث غريبة وشي حوايج حنا ما كنشوفوهمش، وبقينا على هذا الحال ايام معدودة حتى ديناها لطبيب نفساني. وبعد ما تعقدت الامور اكثر اضطرينا نديوها لاحد الشيوخ، وكان كلما كيقرا عليها القرآن كيتزاد البكاء والصراخ ديالها بشكل مخيف. بعد 3 أيام متواصلة من الرقية الشرعية استقرت الحالة ديالها، إلا أن وجهها بقى شاحب بسبب الخوف وقلة الناس. دازت الأيام ولكن الفضول ديالي ما بغاش يتوقف، وتزادت الرغبة ديالي باش نشوف الجن ونكتشف هذا العالم الغامض. بقيت كنقرا في كتابي حتى جبت طريقة للغوص في عالم الجن، وعرفت باللي ضروري بنادم خصو يكون ناجس باش يحقق هادشي. ما فكرتش مرة في الخطورة ديال هادشي، وخديت قطعة ديال الخبز ووضعتها في الحمام. ديك الساعة حسيت بالخوف وداتي كاملة تنملت. خرجت بالزربة وفي يدي ديك القطعة ديال الخبز. بكيت بزاف ديك الليلة وحسيت باللي كاين شي ناس حدايا في البيت ديالي. حسيت بالندم وخوف شديد، واستمر هذا الإحساس معايا لعدة أيام. بديت كنشوف أحلام مزعجة وغريبة في كل ليلة، وملي كنفيق مفزوع كنسمع صوت طفل صغير كيبكي في السفلي ديال الدار تحت الدروج. وملي كنمشي لمصدر الصوت ما كنجبر والو وكيختفي الصوت، وما كيسمع حتى شي حد هاد الصوت من غيري. وبعض المرات ملي كنكون جالس بوحدي كنحس باللي شي واحد كيدوز من حدايا بحال شي هوا بارد، وكنسمع صوت غريب كيهمس في الاذن ديالي. كنبدا نقرا ايات من القران الكريم حتى كيختفي الصوت. لكن في واحد الليله من الليالي كنت انا وعائلتي كنتفرجوا في التلفازه مجموعين، وشويه وحنا نسمعوا بحال اللي شي واحد باغي يفتح باب الدار، شي واحد كيدفع وكيحرك المقبض ديال الباب. بدينا كنقولوا شكون اللي باغي يفتح الباب، ولكن حتى شي واحد ما كيجاوب. وشويه وحنا نسمعوا السكات. هربنا كاملين لبيت الناس، الا ان هاد الحركه بقات كتكرر يوميا. واحد النهار قالنا الوالد ديالي حتى حاجه ما كدعي للخوف، يمكن هادشي كيوقع بسبب الرياح. الا اني من داخل كنت عارف باللي الوالد كيحاول يكلمينا وصافي، وحتى هو خوفان بحالنا تماما. وفي واحد الليله وانا كندور في الجرده ديال الدار بان لي اليد ديال شي واحد مخبع مور واحد الشجره. اليد كانت ملسه وبيضه وفيها واحد اللون بحال اللي تقول محنطه، وما قدرتش نعرف واش اللي مور الشجره راجل ولا مرأة. وقفت مشوكي وقلت خرج مور الشجره انا كنشوفك. ما جيت نكمل كلامي حتى اختفت ديك اليد تماما، ومشيت كنطلل تما ما بان لي حتى واحد. ومن الخلعه دخلت كنجري للدار، وهذا المشهد تكرر معايا بعد يومين. وفي اليوم التالي شفت خاي واختي متجهين للغرفه ديالي. ناديت عليهم مرارا ولكن ما داوهاش فيا.
مشيت تبعتهم، دخلت للغرفة، والصدمة كانت أني ما جبرت حتى شي واحد تما. حسيت بخوف شديد وممكنش كنقدر نبقى بوحدي، وحسيت في الداخل ديالي باللي السبب كل هاد المصائب هو ديك الكتاب اللي شريت. تبت لسيدي ربي وحرقت ديك الكتاب، ومن ديك النهار اختفى كل شيء، ورجعت الأمور كيف ما كانت قبل، وارتحنا بعد معاناة كبيرة.